لما أقول وجهة نظر التي لا قيمة لها، يبقى صاحب وجهة النظر التي لا قيمة لها صاحبها لا قيمة له. فاللي لا قيمة له لا يجب أن يكون راجل بيوزع الأدوار على الدولة وبيوزع المهمات على الوزارات، وقاعد 7-8 ساعات كأن في ايديه في صاجين شغال بيهم عمال يوزع الادوار. مين يحاسب مين؟ ممكن ترد على فكره كله عارف اللي انا بقوله ده وكله بيقوله جواه، بس ما اعرفش ليه ما حدش بيقول صوت عالي. انت زميلي وانا زميلك، ازاي ينتقدك من زاويه الانسانيه ومن زاويه السبوبه؟ والله برافو. واللي هيزعل يضرب دماغه في الحيط لان ده بيحصل. مكالمات تتعمل على الكيف، ناس تقول نكت خارجه سافله على شرطيه من الشرطيات والناس سايباهم عادي سداح مداح، وفي الاخر انت حبيبي وانت عظيم. على الهوا في شتام بتحصل على الهوا يا سيد الفاضل، ده انا بقول لك بالتليفون انا مراتي قاعده اهي مش عايزه تنام الا لما تسمعك. ايه ده يا اخي؟ ده ايه الفجر اللي بقينا فيه ده يا اخي؟ التاني ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ايه المسخره دي؟ قول لي انت بقى مين يحاسب مين؟ في اخي ناس كبيره محترمه، بص الاقي الناس المحترمه بتقول له ايه؟ الناس دي يعني والله انا فخور وسعيد ان انا النهارده ضيف معاك في البرنامج، رغم اللي بيقول دي بره بيقول كلام سيء جدا على الشخص ده. احنا بقينا كده ليه؟ ان يتواجد حد اشتغل بمهنه ويشيد باخرين اشتغلوا بنفس المهنه بقلب حلو وبنيه صافيه جميله، تحسب للكابتن مدحت وهو بيقدم الناس او بيحكي عنهم. دي نقطه مهمه طبعا، مش لشخص كابتن مدحت ككابتن مدحت شلبي، انا بتكلم كمهنيا. قليل لما بتلاقي حد بيشتغل في مهنه بيشوف بالاخر. كابتن سيف، سعيد بتواجدي معاك، سعيد بتواجدي مع كابتن مدحت ومع الزملاء الاعزاء من الاخر. جميل، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا